عارف ان الصحاب الحقيقيين علاج، بس تريقتهم عليك دي اهم جزء في العلاج. يعني انت زعلان متضايق، تحس ان انت في اضعف حالاتك، فيجي صاحبك يقول لك انت بتمثل عشان نجيب لك عصير، صح؟ تقول له قلبك وجعك، فيقول لك ما هو قلبك اسود قوي يا صاحبي زياده عن اللزوم، فتقلان شويه، ما تتعلم مننا. بس الغريب ايه، برغم ان هما بيحرقوا دمك الا انك بتضحك وبغمضة عين تحس نفسك احسن. اللي بيحبك بجد مش لازم يطبطب، ممكن يديك قلم على دماغك بس عشان يحسسك تاني ان الحياة جميلة واحنا معاك. اضحك يا اخي وفك كده. هيعكننوا عليك، هيجيبوا في سيرتك في قعداتهم كأنك ترند، هيطلعوك مسرح، بس في الاخر انت من غيرهم ولا حاجة. صح؟ دول اللي بيشيلوك وقت الوجع يا صاحبي، ضحكتهم دواء، قعدتهم دي جلسة علاج نفسي ببلاش. في عز التعب هزارهم التقيل ده اللي انت بتقول عليه هزار بوابين، هو اللي بيفكرك ان الحياة مهما كانت اكيد اقل يعني من كده. انت ليه مقفورة يا صاحبي؟ البني ادم بيبقى احسن لما يلاقي حد بيسمعه من غير ما يحكم عليه، حد بيشجعه من غير ما يطلب منه حاجة، بيحبه بجد من غير ما يستنى منه مقابل. الصحاب هم اللي بيحسسوك انك كامل وانك مش ناقصك حاجة. تدور كده على صاحبك اللي تقول له انت لولاك انا ما كنتش هبقى كده، واعمل له منشن كده وقول له شكرا. العبها مع ابراهيم وبكر لو عايز تبقى كسبان، ما هو يا تهاجم لوجودك يا تدافع عن خوفك. وخليني اقول لك انك بكده اذا ما كنتش